والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بالنسبة للدعاء، الدعاء طبعا له آداب وله موانع وله أحكام متنوعة. أنا ما دام فتحت موضوع الدعاء بذكر لكم 4 مسائل تتعلق بالدعاء. طيب، طبعا السلف كان طبيعي عندهم ان الواحد يدعو ويستجيب الله سبحانه وتعالى مباشرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة إليه قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، كانت أمه ما أسلم، قال ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. وسبحان الله رجع إلى البيت فإذا أمه تغتسل وخرجت إليه مسلمة. دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا، رفع يديه اللهم اغثنا، اللهم مباشرة نزل الغيث. يعني وجود إجابة الدعاء كان معروفا عندهم. احنا المشكلة الآن يعني ندعو كثيرا ومع ذلك سبحان الله ما تجد ذيك الإجابة. كم واحد منا الآن تجد أنه يدعو في كثير من الأحيان، ويعني إما بطلب شفاء مريض، إما بقضاء دين، إما بوظيفة، إما بالزواج، أي دعاء من الأدعية، ومع ذلك سبحان الله ما تجد أنه يجد الإجابة حاضرة. بعطيكم 4 نقاط تتعلق بهذا، لا من احنا جلستنا يعني خلوها جلسة ذكر. يعني المسألة الأولى أن الدعاء يا جماعة عبادة من العبادات، سواء استجاب الله أو لم يستجب فأنت مأمور بالدعاء. مثل الآن لو تقول لي واحد ليش ما تصلي الضحى؟ قال طيب افرض اني صليت والله ما تقبل مني، ما هو بشغلك تقبل ولا ما تقبل، انت صلي الضحى وانتهينا. واحد تقول له ليش ما تصوم الاثنين؟ قال طيب يمكن اصوم وتعب نفسي والله ما يتقبل، ما هو بشغلك تقبل ولا لا، انت اعمل العبادة اللي عليك والله سبحانه وتعالى فضله واسع. تقول لي واحد ليش ما تقرأ القرآن؟ قال طيب واذا تعبت نفسي والله ما تقبل. ليست القضية يتقبل ولا ما يتقبل، انت مأمور انك تفعل العبادة يعني ابتداء سواء تقبل الله ولم يتقبل. كذلك الدعاء انت مأمور انك تبذل الدعاء، سواء استجاب الله الدعاء او لم يستجب انت مأمور ببذله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب. اذا انت مأمور بفعل وهو ادعوني، والله تعالى وعدنا بفعل وهو الاستجابة استجب. انت اعمل اللي عليك ادعوني، والله سبحانه وتعالى يتكفل بعمل ما تكفل به جل جلاله استجب. الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى طيب فادعوه بها. يعني الله تعالى أخبرنا بالأسماء حتى ندعوه بها، أخبرنا أن اسمه الرزاق حتى نقول يا رزاق ارزقني، أخبرنا أن اسمه الشافي حتى نقول يا شافي أشفني، أخبرنا أنه الغني حتى نقول يا غني أغنني. إذن الله تعالى يقول والله الأسماء الحسنى فادعوه، بصرف النظر استجاب ولا ما استجاب هذا موضوع آخر، أنت مأمور أنك تبذل الدعاء ابتداء. هذه مسألة أولى وهي مهمة. المسألة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال ما من داع يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه إحدى 3 أشياء، إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال اللهم اشفي ولد المريض شفي، اللهم اقضي ديني قضي، اللهم اكفني شر فلان وكفاه مباشرة. قال إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكف عنه من الشر بدعائه. بمعنى أنا قلت مثلا اللهم اشفي ولد المريض وارتفعت الدعوات إلى السماء، وكان هناك قدر أن الولد سيموت بمرضه، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القدر بالبلاء، فلا الدعاء يرتفع فيشفى الولد ولا البلاء ينزل فيموت الولد. فأحيانا الواحد يقول يا أخي أنا دعوت ودعوت ولا نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك،
الدعاء نفعك لكنك ما تدري انه نفعك. لو لم تدعو لمات الولد. ها؟ وكذلك اللي يقول اللهم اقضي ديني الذي مثلا لفلان علي، ثم يقول يا اخي صار لي شهر وانا ادعو والله ما استجاب دعائي. خطأ. الله تعالى استجاب دعائك لكنك انت ما تدري ان الدعاء نفعك. لو لم تدعو ربما ان فلان هذا ذهب اشتكاك في الشرطة او احرجك في اي مكان، فالدعاء نفعك وانت لا تعلم. ها؟ قال اما ان يستجيب في الدنيا او ان يكف عنه من الشر بدعائه. الحالة الثالثة قال واما ان يؤخرها له الى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. الصحابة قالوا يا رسول الله اذا نكثر، والله زين ما دام الدعاء ما في شيء يذهب هكذا، ما في سهم يخطئ، نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم الله اكثر. سبحان الله. يباكم بس تتلحلح، يباك تتحرك، يبيك تدعو تنطق بالدعاء، لكن نحن مشكلتنا ما نتحرك. وفي مشكلة ثانية عندنا وهي المسألة الثالثة، أننا في أحيان كثيرة ما ندعو حتى تصيبنا مصيبة. أسألك سؤال، أنت الآن لو واحد من أصدقائك أو خذها بأسلوب آخر، نحن ما نتصل بالله إلا عند الحاجة، عند المصيبة بس. عند المصيبة. أنا أعطيك مثال، الآن لو رن هاتفك يوم من الأيام، طلعت الهاتف ونظرت، فإذا واحد من أصدقائك صار لفترة طويلة ما يتصل بك، قلت ما شاء الله هذا فلان يا مرحبا كيف صحتك عساك بخير، وجلس يكلمك لمدة 5 دقائق ترحيب واشتياق، في آخر مكالمة قال لك يا أخي أنا أذكر عندك أخو يشتغل في المستشفى الفلاني. قلت والله، قال بالله يا أخي نحتاج بس موضوع في المستشفى يخلص لنا إياه واسطة. تقول في نفسك أجل كل هالمكالمة عشان المصلحات، على العموم إن شاء الله خلص لك الموضوع وينتهي. ثم ينساك 8 شهور ويتصل بك يوم من الأيام، ما شاء الله فلان حياك الله كيف الحال، ويظل يرحب بك 4 ولا 5 دقائق، ثم يقول لك بالله في واحد من اخوانك يشتغل في الشرطة الفلانية. تقول لي والله لا ما هو اخوي ابن عمي. يقول لي والله ابن عمك الاسم يشبه. بالله يا اخي في موضوع لواحد من الموظفين عندنا نبغى نخلصه في الشرطة. بالله عليك هذا الذي لا يتصل بك في العيد يهنئك، ولا يتصل بك لما مات ابوك يعزيك، ولا يتصل بك لما ابنك دخل المستشفى وصار له حادث ويصبرك، ما يتصل بك الا عند الحاجة. هل يستحق ترد عليه المرة الثالثة والرابعة؟ خلاص. ايش رايكم؟ ما يستحق تحطه على... لا تدري ايش تسوي، مش تحطه على الصامت، تخزن اسمه باسم، لا تعطي دليل، لا يعني تحطه في القائمة السوداء، خلاص هذا ما يرد عليه. احنا مشكلتنا احيانا صراحة في تعاملنا مع ربنا نتعامل هالتعامل، ما نتصل بالله الا عند الحاجة. تجد الواحد مرض ولده اللهم عليه دين واتصل بك قال سدد لي بسرعة، قال اللهم قدم على وظيفة ويريدها، قال الله خطب فتاة اللهم يريد يشتري سيارة اشترى سيارة اللهم. لكن ما دام انه طيب ما في للعافية ما زين يا شيخ. بماذا يدعو يعني؟ واذا احتاج تذكر فذكر صفة. اعطيك الحين يا عبد الرحمن، اعطيك مثال يمكن تضحك عليه. تجد الواحد احيانا يدخل المسجد ويجد الناس بين ذا والإقامة جالسين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد الدعاء بين ذا والإقامة. دخلت، افرض انك واحد منا مثلا دخل وصلى تحية المسجد، ثم التفت الذي بجانبه فإذا هو رافع يديه اللهم اشفي ولد المريض اللهم اشفي. فقال صاحبنا في نفسه فعلا هذا ابو احمد ولده امس صار له حادث وفعلا مريض الله يشفيه يا رب والله مسكين. التفت يساره فإذا جنبه جاره ابو خالد يقول اللهم سهل ولادتها اللهم سهل ولادتها. فقال صاحبنا في نفسه هذا ابو خالد فعلا زوجتي قالت لي انه ذهب بزوجته الصبح تلد والظاهر انها تعسرت الله يعافيه يا اخي، وسبحان الله فعلا زوجته مسكينه دايم تتعب. ثم تجد صاحبنا رفع يديه، الحمد لله انا كل شيء موجود، البيت عندي بيت، سياره عندي سياره، العيال طيبين، العيال طيبين، ام العيال ما فيها الا العافيه، فلوس عندي فلوس، راتبي ماشي، ديون ما في ديون، وظيفة ماشية وظيفتي، كل شيء متوفر، كل شيء، فلوس عندي فلوس، راتبي ماشي، ديون ما في ديون، وظيفة ماشية وظيفتي، كل شيء متوفر، كل شيء. أشكرك يا ربي. مش هذا حال بعض الناس؟ ما احتاج دعاء، عطني مصحف بالله يقرأ لي آيتين. يعني لازم رب العالمين يجيبك في المصيبة حتى تدعو؟ هذا اللي يسأل عبد الرحمن.